اهلا بحضراتكم من جديد. تحياتنا للمستشار احمد الفضالي والدكتور عصام شبل وسياده المستشار. يمكن حزب الوسط كان له كثير من المطالب يمكن من عام 2005 وبعضها حزب السلام الديمقراطي. حزب السلام، ايوه، متماشي مع روح ثوره ال 25 من يناير. بالظبط. احنا الحقيقه النهارده يمكن انا جاي حالا من عند شبابنا في الزقازيق في الشرقيه. الحمد لله. وكان الله يسلمك، وكان الشباب طبعا ما فيش احزاب ولا عمل حزبي بدون الشارع. لا، ما هو ده شباب كمان، القرى والنجوع بالظبط كل منطقه. وعلى فكره الشباب عندنا في حزب السلام الديمقراطي هم الذخيره، واللي كان لهم دور من يوم 25 يناير وقبل 25 يناير. عظيم. يعني كان حتى في نوع من التهدئه احنا بنحاول نوجدها عند الشباب عشان ما يحصلش صدام مع السلطه في الوقت ده. نعم. لكن النهارده يعني. انا كنت بحتفل بيهم النهارده في الشرقيه، بحتفل بشباب الشرقيه مع الاستاذه نرمين قوره امينه التنظيم، لانها بالفعل قدرت تجمع بين الموضوع اللي اشار اليه اخونا الفاضل، موضوع الشهداء حتى اللي من خارج محافظه الشرقيه. نعم. عمل نوع من الرعايه للشهداء والمصابين، ومش كده وبس، وايتام الشهداء. يعني الايتام نفسهم حاجه ذاتيه بقى. حفله يوم الجمعه القادمه في الزقازيق ان شاء الله، حفل لايتام الشهداء على مستوى الجمهوريه. وده شيء جميل. بيحاولوا طبعا نتعاون مع الاخ الفاضل الدكتور عصام. بالنسبه للسويس عندنا ناسنا هناك برضو نكلمهم. كل اللي عنده ايتام احنا عاملين لهم حفل جماعي هيمنح فيها ده من كل الناس الخيرين. مصر لسه بخير. في الاحوال اللي زي دي يا سياده المستشار مش في اتصالات ما بين كافه الاحزاب المختلفه؟ احنا بنتعاون مع عدد كبير من الاحزاب، بس الاحزاب الفاعله يعني اللي هي موجوده بالفعل. الحزب اللي انا ادور عليه الاقيه فعلا في كل مدينه وفي كل قريه. النهارده انا عندي مطالب الحزب هي السبب في وجود شباب الثوره في حزب السلام الديمقراطي. نعم. احنا عندنا شباب متبنيين لافكارهم، افكار حزب السلام من الاول. الافكار بتقول ايه؟ ده الكتاب بتاع حزب السلام اللي انشئ بيه من عام 2005. أيوة. كتب وسطر من 2001. تمام. احنا بدايه تاسيس الحزب سنه 2000، بدانا نقدم في الاوراق 2001. هذا الكتاب بيقول ايه؟ مطالبنا فيه. لا دلوقتي الدنيا اتغيرت خلاص. بس تخيل بقى، تخيل المطالب دي، المطالب دي 2001 لو كان حد يقدر يطلبها من الاحزاب السياسيه الموجوده انا اتحدى. حزب يحارب الفساد ويتعاقب المفسدين، استرداد اموال الشعب المهربه خارج مصر، تمام. ملاحقه الهاربين بثروات وقوت المواطنين. تخيل من 2001 ل 2005 الكلام ده. نعم. وقف اهدار وبيع ممتلكات الشعب وثرواته. كنا في الوقت ده مقدمين دعوات لوقف بيع عمر افندي والاملاك اللي هي ملك الشعب، والاراضي اللي بتخصص على الطريق الصحراوي من مصر لغايه اسكندريه ومن مصر لغايه اسوان. كل ده ملك الشعب، مش ملك الدوله. أيوة. مش ملك شخص معين، مش ملك الحكومه. لكن للاسف هو ده اللي حصل. ايوه. مواجهه الفساد والقصور الاداري والاقتصادي والاجتماعي، وتطهير المحليات من الفساد. المحليات اللي احنا ما زلنا بنعاني من وجودها وهي معقل للفساد. أيوة. الغاء حاله الطوارئ نهائيا لانها تتنافى مع كرامه الانسان المصري وتعد اهدارا لحريته واعتداء على حقوقه. انا بقرا لك اللي موجود من سنه 2001 لغايه 2005. نعم. اعداد دستور دائم يحقق العداله السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه ويعبر عن كافه قوى الشعب، واعداد نص دستوري، وده الاهم، بشان مساءله رئيس الجمهوريه. مساءله رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء من عام 2001. تمام. انا بعتبر ان هذا الحزب فعلا منع حبس الصحفيين في قضايا النشر، ممتاز. حمايه السلطه القضائيه من استقلالها، ومحاوله الحكومه دايما التحرش بالسلطه القضائيه، ومحاوله التضييق عليها، ومحاوله حصار السلطه القضائيه عشان توظف السلطه القضائيه. ولكن للاسف السلطه القضائيه كانت شامخه وكانت اقوى من هذا الحصار. دكتور عصام، في عند حضرتك طبعا يعني اذا كانت بالنسبه لان احنا هنسمع كلمات بقى نهائيه من حضراتكم بمناسبه الاعلان الدستوري وتوصيات ومقترحات من حضراتكم في نهايه هذا اللقاء. الحقيقه برضه انا بشير يعني اذا كان حزب السلام من 2000 ومن سنه 2000 وبرنامجه كتب في هذه الفتره، فحزب الوسط بس احنا قيادته من 20 سنه بنشتغل قبلكم برضه. احنا عايزين ناس من 20 سنه ومن 30 سنه وناس جديده وناس حديثه. حزب الوسط الحقيقه الذي سطر في نعتز تعاقب اجيال وتواصل اجيال مستمر يعني. وكان برضه الحقيقه من ضمن التعديلات الدستوريه التي يعني الحمد لله نعتبر من ثمار الثوره، كانت بالنص وكانها بالنص من ضمن مطالب برنامج الكنترول يعني حزب الوسط. لكن انا بقول الحقيقه في بالنسبه لقانون الاحزاب حضرتك اللي تحاورنا عليه، ان هذا القانون الحقيقه جيد، سيؤدي الى افراز احزاب جاده
وذلك من خلال وضع هذه الشروط. ولا لا اعتقد مفيش لجنه احزاب بقى لا فيها اعتقد خصم انها وحكم شروط زي ما كان تعجيزيه. موجود. الحزب الجاد هو الذي يستطيع ان يكون له 5000 عضو، وخاصه بعد الثوره. نعم. الحقيقه 1200 عضو اللي احنا منينا بيهم في اخر تقديم الانتخابات لاخذ الرخصه كانت صعبه جدا جدا طبعا قبل الثوره، فكون ان النهارده بعد الثوره يكون 5000 عضو من 10 محافظات، نعم. فدي الحقيقه امر هين ويسير. نعم. كذلك انا بس ليا ملحوظه في قانون الاحزاب وشايفها من باب يعني الرأفه بالاحزاب، وهي النشر في صحيفتين يوميتين وساعه الانتشار. انا بقول يكتفى بصحيفه واحده وساعة الانتشار، وتكون الإعلان الثاني في جريدة إلكترونية لتخفيف العبء أيضا. يا إما الصحافة تعمل لكم تخفيض بقى مثلا الأحوال اللي زي كده مثلا الحقيقة أن بالنسبة لقانون الأحزاب بوضعه الحالي ستكون الفترة القادمة ستشهد إفراز طبيعي للأحزاب الجادة. أما الأحزاب القديمة التي كانت موجودة منها من سيقوى ومنها من سيضمحل تماما. نمرة 3 حضرتك، أنا ضد فكرة يعني إن كنت يعني البعض يعني لا يتفق معي في هذا الأمر. نعم. ضد فكرة إقصاء أي حزب عن ممارسة العمل السياسي وأن يكون متواجد، لأن أي حزب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار هو من نسيج هذا الوطن. وأضم صوتي في هذا للحزب الوطني ذاته الذي عانينا في ظله من الإقصاء والإبعاد. فالذين يؤمنون بالديمقراطية والتحول الديمقراطي والتعددية لابد أن يقبلوا الآخر حتى لو كان يعني لاقى منه ما لاقى الأمرين. تمام. سيادة المستشار كلمة والحقيقة أنا هبدأ من حيث انتهى يعني زميلنا. تمام. احنا بنتكلم على الحزب الوطني. نعم. الحزب الوطني بما له وما عليه. الحزب أيوه. الوطني ده تاريخ سطر في التاريخ. نعم. أنه يشكل الديكتاتورية البشعة. نعم. وبالتالي لن يقبله المواطن المصري. أنا مش هقبله. أيوه. مش هقبل إن أنا أعيد حزب ينزل ونسيب الصندوق يتكلم. لا بالجزئية. لا أنا ليك أقول رأيي سريع. اتفضل. أنا لما تقدمت كحزب السلام الديمقراطي الطعن الأصلي، الدعوة الأصلية بحل الحزب الوطني الديمقراطي، كان ذلك منذ عام 2005. نعم. في ديسمبر 2005. أيوه. القضاء الإداري مش رفض، حكم في الجزئية الخاصة بحل مجلس الشعب وقال إن معظم الدوائر ما تحكمش فيها في البطلان، وبالتالي الدعوة ما هياش مقبولة. نعم. جددت الدعوة أمام الإدارية العليا. أيوه. بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وكانت أيضا الدعوة الأصلية أمام المحكمة الإدارية العليا. لقد تفاجأنا بخبر صار. المحكمة الإدارية العليا أصدرت تقرير هيئة مفوضين الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وتسليم ممتلكاته إلى الدولة. يحيى العدل. كما يحيى العدل فعلا. أيوة. كما سطر حزب السلام في صحيفة دعوة بالضبط. تمام. لم نختلف. ليه؟ لأن المصريين عندهم الشعور بالظلم، عندهم الإحساس أن السطوة والغطرسة والتجبر لابد ان يكون له نهايه. انا لو سمحت انا بس لا اسمعني اكمل. انا حضرتك كلمه سريعه. اتفضل. انا عايز تعلق على حاجه. لا اتفضل. انا بتكلم على حاجه، موقف حصل المصريين دفعوا ثمنه. حاله الاحتقان اللي وصلنا فيها في الشارع المصري نتيجه سيطره حزب واحد. وانا بقول ان ما زال لو هذا الحزب اشتغل. تمام. طبعا انا بفرق بين حزب الوطني الديمقراطي وبين العديد من قيادات الحزب واعضائه اللي ما زالوا فيهم الامل وما زال لديهم الرغبه ان هم يشتغلوا في عمل تنافسي وعمل حزبي جاد وعمل وطني لمصر. انا مش عايز احجر، مش عايز اقصي الناس، مش عايز اقصي المواطنين. عشان كده بتمسك بما جاء في نهايه تقرير هيئه المفوضين اللي قالت حتى نتيح للساده الذين ما زالوا منتسبين للحزب الوطني الديمقراطي ان ينتسبوا الى حزب اخر او يشتركوا في حزب جديد او يؤسسوا حزبا جديدا. يعني ادت الفرصه للمصريين الذين ينتموا الى هذا الحزب ان يبعدوا عن فكره هذا الحزب المتوحش الذي اصبح يشكل يعني علامه سيئه في تاريخ الحياه الحزبيه ونبدا سويا من جديد حتى تمام. نبدا بدايه صحيه. تمام. انا ما اقدرش ابدا وانا موجود بين عملاق كان كامنا ثم من الممكن ان يعود الى عملاقته، يعود الى وحشيته وتجبره، وده هيجي على حساب الاحزاب اللي انا ظلمتها. ما زالوا بيظلموا الاحزاب ويقولوا ان الاحزاب لم تحصل على حقوقها. لا، انا بقول الاحزاب كانت مفترى عليها زي ما كان بعض الاحزاب مفتري على الحياه السياسيه. سياده المستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس الشبان المسلمين بالجمهوريه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. والدكتور عصام شبل عضو الهيئه العليا لحزب الوسط، شكرا لتشريفك لينا.
في البرنامج. وما زال حديثنا سيداتي وسادتي عن الإعلان الدستوري المكون من 63 مادة والمطروح للمناقشة والذي يعمل به الآن في هذه الفترة الانتقالية. وضيفنا بعد الفاصل إن شاء الله شيخ رؤساء ومستشاري مجلس الدولة الفقيه القانوني سيادة المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، لنتعرف منه عن آراءه